لبس جديد وغير طقم أو حتى قلب الستايل كله، هو بقى ولد روش طحن أو كده، بقت جامد وحد ترندي، واللي يشوفك من بعيد يقول واو. أنا كمان بفكر أغير، عايز أبقى واحد تاني. بس أحب أقولك مهما غيرت أنت زي ما أنت، نفس نظرتك للدنيا، حد كده من بره بس ومن بعيد بس. طب يا جامد يا ترندي يا قدوة، ايه رأيك تتغير قبل ما تغير؟ انتم مع هبة السيد في بودكاست نضارة جديدة. كلنا فينا عيوب، وعيوبنا دي ممكن بشكل أو بآخر أثرت على حياتنا وعلاقتنا بالآخرين. ونيجي نسأل السؤال المهم: هو أنا ممكن أتغير؟ ما افتكرش، أصل الموضوع مجهد جدا، وده في حد ذاته بيخلينا مهما حاولنا بنرجع نضعف تاني. ملكش دعوة، الجهاد سعي، والسعي ربنا أمرنا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. حل المعادلة ببساطة في المحاولة. التغيير بياخد وقت كتير وممكن ياخد سنين، لأنه في حد ذاته تطوير. وانت بتطور ذاتك الداخلية شوفها محتاجة ايه، مش عايزة ايه، لأنها نفسك هتشدك دايما وهتسحبك وهتقاومك. خليك فاكر الآية اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. فأنت مطلوب منك المحاولة وبس كده. كنتم مع هبة السيد في بودكاست نضارة جديدة. انتظروني، أشوفكم على خير.